يا نهار أبيض بقى على طعمه وحلاوته. عايزة أقول لكم عم أحمد الراجل الطيب اللي بيقف عندنا على ناصية الشارع بيعمل بقى شوية عصير كركديه. بُصّوا طعمه وحلاوته كده حاجة ما تتوصفش. فرُحت وقُلت له: "بُص أنا مش هامشي من عندك غير لمّا تقول لي الطريقة إيه." قال لي: "بصراحة على حاجتين ضفتهم على الكركديه وودّوا بقى الطعم في حتة تانية خالص." معانا بقى في الأول كده 4 كوبايات من الكركديه، هننزل عليهم بمَيّة سخنة، يعني زي ما يكون كده عايزين نغسل الكركديه ونتخلّص من كل الشوائب اللي موجودة فيه. هناخده بقى كده زي ما هو ونبدأ نصفّيه من المَيّة دي، وبعد كده بناخده وبنرجّعه تاني الطبق، وفي الوقت ده بقى هننقعه في مَيّة مغلية. أحلى حاجة للكركديه علشان تشربي كركديه حلو إنِّك أنتِ تنقعيه في مَيّة مغلية. هنسيبه بقى منقوع في المَيّة دي من 4 ل6 ساعات، وطبعًا حتى كمان لو سِبتيه 3 ساعات مش هيقول لأ، تمام؟ فتعالوا بقى لحد ما الكركديه يتنقع معانا، تعالوا بقى نعمل كده وصفة عناب بودرة. طبعًا بنجيب طاسة على نار هادية جدًا هنحط فيها كوبايتين من الكركديه، وعلى نار هادية جدًا هنفضل نقلِّب في الكركديه بحيث إن هو لو فيه أي رطوبة تخرج معانا، وكمان علشان أنا ما غسلتوش فاضمن إن هو إيه، ما يبقاش يعني فيه شوائب كتير. طبعًا هنبدأ بقى نقلِّبه مع بعض لحد ما يبقى سُخن معانا، يعني يا دوبك بس كده عايزة أدفّيه وأخلّيه سُخن، أنا مش عايزة إيه، إن أنا أحمّصه، واخدين بالكم طبعًا. هنا خلاص بعد ما بقى سُخن معانا أو دافي معانا بالشكل ده، هناخده بقى كده زي ما هو وهنحطه في مطحنة التوابل. طبعًا إحنا لمّا بنيجي نحط الكمية وبنطحنها بتتطحن معانا في منتهى السهولة، لإن إحنا طبعًا دفيناه على النار شوية، فده بيساعد إن هو ينطحن معانا في منتهى السهولة. هناخد بقى الكركديه وخطوة مهمة جدًا إن إحنا لازم ننخله طبعًا علشان لو في يعني أي شوائب ما تبقاش يعني موجودة معانا، ويبقى معانا ناعم بالشكل اللي أنتم شايفينه. طبعًا هنخلّص بقى كل الكمية وهنطحنها بالشكل ده، وبعد كده بقى كمية العناب اللي خرجت معانا أو كمية الكركديه دي هنضيف عليها كوباية من السكر، وتقدري كمان تخلّيهم كوبايتين من السكر. هنبدأ بقى نقلّبهم مع بعض كويس، وهنا بقى علشان نوصل للعناب البودرة زي اللي إحنا بنشتريه من برّه، هنجيب كده البخاخة بتاعة المَيّة وهنبدأ إيه، نرُش رشة خفيفة كده من المَيّة على الكركديه مع السكر، بحيث إن هو يدّينا نفس شكل العناب اللي إحنا بنشتريه من برّه. عايزة أقول لكم طعمه مميز وجميل جدًا وحلو أوي، وبصراحة بقى لو أنتِ عملتيه وحطيتِ عليه كده في الآخر وقت التقديم شوية من التمر الهندي، بصراحة بيودّوا الطعم في حتة تانية خالص. طبعًا الكمية ما شاء الله كتيرة معانا، طبعًا نقدر نحتفظ بيها في أكياس أو في علب زي ما أنتم شايفين، بس أنا طبعًا باحب إن أنا أحتفظ بيه في علب بحيث إن هي تبقى إيه، علب يعني محكمة الغلق، وقت ما أكون محتاجة باخرّجه وباستخدمه على طول. طيب الكمية دي ما شاء الله عملتها كده في حوالي 3 علب، وتقدري زي ما قُلت لِك تستخدميها أو تحتفظي بيها في أكياس. عايزة أقول لكم بقى كمان حاجة، إن العناب البودرة ده لازم وقت الاستخدام نحطه في شوية مَيّة مغلية علشان نتخلّص من أي شوائب ممكن تكون لسه موجودة فيه. يعني على الرغم إن إحنا نخلنا الكركديه بس بيفضل موجود فيه شوائب ما بتروحش غير لمّا بنحط فيه مَيّة مغلية، أو هاقول لكم كمان طريقة تانية. تعالوا بقى نركنه على جنب ونرجع للكركديه اللي إحنا كنا نقعناه في المَيّة المغلية. طبعًا عايزة أقول لكم بقى بيبقى القوام بتاعه تقيل جدًا بالشكل اللي أنتم شايفينه، وعايزة أقول لكم بقى طعمه بيبقى مميز أوي، أوي، أوي. تعالوا بقى ناخد الكركديه ده ونبدأ إن إحنا نصفّيه كويس جدًا، وأقول لكم كمان على الحاجتين اللي هو قال لي عليهم بالضبط اللي بيودّوا طعم الكركديه في حتة تانية خالص. وطبعًا بقى ورق الكركديه ده أنا مش بارميه، أنا بارجع أستخدمه مرة تانية، فباحطه كده في حلة وبارجع أحط عليه كده حوالي 6 معالق كبار من السكر، وباضيف عليه مَيّة وبارجع أغليه مرة تانية حوالي مثلًا 5 دقايق ل10 دقايق، أو ممكن تقدري إن أنتِ تحطّي عليه مَيّة مغلية وتسيبيه منقوع كده في المَيّة المغلية دي برضه حوالي ساعة. بس أنا هنا كنت عايزة أنجز في الوقت، فخدت كده الحلة حطيتها على النار وسِبته يغلي كده حوالي 5 دقايق. نرجع بقى للكركديه بتاعنا، هنضيف عليه 6 معالق كبار من السكر، وطبعًا كمية السكر اختياري على حسب ما أنتم عايزين. وتعالوا بقى أقول لكم على إيه أول مكون قال لي عليه، ربع معلقة صغيرة أو أقل من ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون. ده بيضبط طعم السكر والكركديه، وحقيقي بيوزن الطعم أوي، يعني بيخلّي الطعم معاكِ مضبوط والطعم معاكِ حلو جدًا. دي أول مكون. أمّا بقى المكون التاني اللي قال لي عليه، وده بصراحة بقى اللي حلو أوي، أوي، إن إحنا بنضيف معلقتين كبار من مَيّة الورد. يعني إحنا هنا المكون الأول أقل من ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون، والمكون التاني 2 معلقة كبيرة من مَيّة الورد. هنبدأ بقى نقلّبهم مع بعض كويس، وزي ما أنتم
شايفين ما شاء الله الرغوة حلوة، شايفين الرغوة دي جميلة جدًا، والرغوة دي مش بتشوفوها مع الكركديه المغلي، بتشوفوها بس مع الكركديه اللي إحنا ناقعينه في مَيّة مغلية. طبعًا ما شاء الله بقى الحاجة بقى إيه، زي ما أنتم شايفين كده إيه، شوية كركديه بقى عظمة. طبعًا أنا حسيت إن هو السكر اللي فيه مش كتير أوي أو مش مضبوط، فرجعت ضِفت عليه معلقتين كبار من السكر. طبعًا بقى الكركديه ده قدامِك حاجة من الاتنين عشان تحتفظي بيه، يا إما بتاخديه كده زي ما هو وبتحتفظي بيه تحطيه في أكياس وتحتفظي بيه في الفريزر، أو بتجيبي بقى أزايز تعقّميها في الفرن، إن أنتِ يعني تحطّيها في الفرن حوالي دقيقة أو دقيقتين، وبعد كده بتحطّي فيها الكركديه وتحتفظي بيه في التلاجة، ودي هاوريها لكم دلوقتي بالتفصيل. نرجع بقى لكمية الكركديه اللي إحنا كنا غاليينها على النار، برضه بنصفّيه بنفس الطريقة، وخلاص بقى كده ورق الكركديه ده ما عدتش محتاجاه، هنركنه بقى على جنب أو هنرميه خلاص، وهناخد بقى كمية الكركديه دي وهنبدأ بقى إن إحنا نضيف عليها نفس المكونين اللي إحنا ضفناهم في كمية الكركديه الأولى، اللي هي رشة صغيرة من ملح الليمون، وكمان معلقتين كبار من مَيّة الورد. ولاحظوا معايا هنا إن الكركديه اللي إحنا غليناه على النار مش بيعمل معانا الرغوة زي اللي أنتم شايفينه في الطبق اللي قصادكم ده. طبعًا الكركديه لو أنتِ حطيتيه في مَيّة مغلية بيبقى أفضل بكتير من إن إحنا نغليه على النار. تعالوا بقى كده زي ما أنتم شايفين إن أنا هاحتفظ بكمية الكركديه دي في التلاجة، فأخدت الأزايز دي عقّمتها في الفرن، وبعد كده بقى حطيت فيها كمية الكركديه. تقدري بقى تحتفظي بيه أسبوع، أسبوعين، بصراحة ما بيجرالوش أي حاجة طول ما أنتِ مغطية عليه كويس، والإزازة اللي أنتِ هتستخدميها خلاص دي بقى المفروض إن هي تتشرب على طول، ما تسيبيهاش يعني وقت طويل في التلاجة، أو تقدري تحطيهم في أكياس وتحتفظي بيهم في الفريزر لحد وقت الاستخدام. طبعًا الطريقة دي أو دي قدامِك وتقدري تعملي اللي أنتِ عايزاه. طبعًا ما شاء الله كمية كتيرة، كمية وفيرة، وعايزة أقول لكم بقى طعم الكركديه فعلًا في حتة تانية خالص. جربوه بالطريقة دي هيعجبكم أوي، أوي، أوي. تعالوا بقى أقول لكم إزاي نستخدم العناب البودرة بطريقة مميزة، وطريقة كمان إن إحنا نتخلص من كل الشوائب اللي موجودة فيه. وزي ما قُلت لكم إن هو في طريقتين، الطريقة الأولى إن إحنا بناخد كمية العناب ديّة نحطها مع شوية مَيّة مغلية، والأفضل تكون المَيّة مغلية علشان المَيّة المغلية بتتخلص من كل الشوائب اللي موجودة في العناب البودرة. أو هنا بقى بصراحة كنت مستعجلة فضِفت عليه مَيّة من التلاجة وقلّبتهم كويس مع بعض، وزي ما أنتم ملاحظين لسه في شوية من الشوائب، بناخده كده بقى زي ما هو وبنجيب شاشة وبنبدأ إن إحنا نصفّيه، وبكده بقى هيبقى عندِك أحلى كوباية عناب بودرة. بصراحة طعمه جميل ومميز أوي. وعايزة كمان هاقول لكم على تركاية حلوة أوي، بس في الأول لو وصلتوا بقى معايا في الفيديو لحد دلوقتي يا ريت بس ما نبخلش على الفيديو بلايك، وكمان تعليق حلو منكم، وكمان قولوا لي بتتابعوني من أي بلد. لو عايزين طعم العناب أو عصير الكركديه يبقى طعمه حلو ومميز، بنضيف كده ربع كوباية عصير كركديه، أما بقى بقية الكوباية بنضيف فيها اللي هو بديل السيفن أب أو السبرايت. بصراحة بيودي طعم الكركديه زي ما قلت لكم في حتة تانية خالص. بصراحة طريقة حلوة ومضمونة وجميلة جدًا، ولو جربتوا بقى الطريقة دي يا ريت بس ما نبخلش على الفيديو بلايك وكمان تعليق حلو منكم، ويالّا قدموه بألف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين إيديكم، وباي باي.